بودكاست على الرايق برعاية دوتشيني من شو مارت اللي بتلاقوا بالسنتر بوينت. اليوم حلقتنا مميزة جدا لكل الناس اللي بتحب مواضيع الاستثمار عن طريق الجنسية وبتحلم يكون عندها جواز سفر تاني. اليوم ضيفي علاء عكوان خبير بهذا الموضوع، راح تكون حلقة كتير بتعجبكم، يلا نشوفها سوا. حلقة جديدة من بودكاست على الرايق، معي أنا خالد غنايم. بودكاست على الرايق بدعم من دوتشيني من شو مارت اللي بتلاقوه عند سنتر بوينت. حلقتنا اليوم كتير مميزة، حلقة يعني بتهم الجميع، خصوصا الناس اللي بتحب مواضيع الاستثمار، وخصوصا الاستثمار عن طريق الجنسية تحديدا. في معي شخص من الأشخاص اللي أنا بعتبره ماي أدفايزر، أنا كان كتير عندي اهتمامات بهاي المواضيع، فدائما أي سؤال أي استفسار فورا ألو علاء عم فكر هيك، ألو علاء في هيك، فدائما أخذ منه الخبر اليقين، لأنه هو من أهم الأشخاص اللي عن جد بيعطيكم الزبدة بطريقة منطقية وبطريقة تكون مهمة لإلكم أنتو كأشخاص. معنا خبير بهذا المجال علاء عكوان، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك خالد، تسلم لي. يعني لما نيجي نقول استثمار عن طريق الجنسية، خلينا هيك نشرحه بشكل مبسط للناس اللي لسه ما فاهمة شو معناته هذا الكلام، إذا فينا نقول. شوف، يعني اليوم صارت الحصول على جنسية تاني طبعا حاجة أكتر ما هي لكشري أو أكتر ما هي خيار. العالم عم تدور على أنها تحصل على جنسية تاني لتأمن مستقبلها، مستقبل أولادها. الشيء اللغط اللي عم بيصير دائما برنامج الجنسية إنه ناس عم تتبع الإعلانات الموجودة على الإنستغرام، عم تتبع الإعلانات اللي عم تنطرح من خلال شركات ببرامج مغلوطة، ببرامج غير موجودة، ببرامج خليني أحكي ناس عم تستغل حاجة العالم للحصول على الجنسية بطرح برامج غير صحيحة. فالشيء الأساسي الواحد لازم يدور عليه لما يدور أو لما يحصل على الجنسية، يشوف برامج تكون برامج حكومية، برامج مصرح عنها بالحكومة. بالنهاية برامج الحصول على الجنسية ما في شخص بيقدر بيعطيك الجنسية. الجنسية هي مطروحة من قبل دول وليست أشخاص. فأي برنامج جنسية لازم يكون مصرح عنه، لازم يكون موجود على الموقع الرسمي للحكومة، ولازم يكون برنامج واضح وصريح يعني بالنسبة للأشخاص. اوكي، يعني مثلا اي حدا بيشوف خلينا نقول هذا توجيه. نعم. اي حدا بيشوف اعلان لاي برنامج استثمار على حتى يحصل على الجنسية، يتأكد ان حكومة هاي البلد مصرحة عن هذا البرنامج، وإلا هذا البرنامج فينا نعتبره فيك. شوف، يعني اليوم إذا بنحط هيدلاين واضح وصريح بالنسبة يعني حلقتنا اليوم، لأن لا يوجد أي برنامج جنسية بدولة أوروبية بدون ما يكون مصرح رسميا موجود على الموقع الرسمي للحكومة. ما في أشخاص بتقدر تعطيك أو تطرح لك جنسية أو تأمن لك جنسية بأي دولة عن طريق استثمار بسيط أو مبلغ affordable أو مبلغ غير منطقي خلينا نحكي. فبرامج الجنسية هن أو طرق الحصول على الجنسية في طرق معروفة، اللي هن 3 طرق. واحد اللي هي الجنسية عن طريق الاستثمار، وهي قائمة دول معروفة، قائمة قصيرة جدا، يعني مثل دول الكاريبي، ناورو، فانواتو. هاي الجزر برامجها موجود مطروحة وبرامجها معروفة صارت. أي دولة تانية أو دول الاتحاد الأوروبي، ما في أي دولة بأوروبا بتطرح جنسية بمبلغ 40 أو 50 ألف يورو، أو بمبلغ يمكن أنت تعرف هذا الموضوع، أنا اللي بعرف، أو بمبلغ بدون ما أنت تكون موجود داخل البلد، بدون ما أنت يكون في عندك إقامة صريحة وفعلية داخل البلد، بدون ما أنت يكون لك ارتباط بهاي البلد تحصل على الجنسية، بدون ما تدخل عليها بس عن طريق دفع مبلغ مالي معين وإلى آخره. فهاي البرامج يعني رجاء كل شخص بعده عم بدور عليها أو عم بشوف إعلان بخصوص هاي الجنسيات أو هاي البرامج. طيب خلينا نحكي بالمسميات. لما بنيجي بنقول دولة، مثل بنشوف دعايات لدول مثل رومانيا، مثل سلوفينيا، مثل كتير دول هيك أوروبية بتكون من أوروبا الشرقية خلينا نقول، ونشوف الإعلانات على موجودة بشكل صريح على فيسبوك، على إنستغرام، على تويتر، كله إنه تعال ادفع 35 38 ألف يورو واحصل وصير أوروبي. هيدلاين: أوروبا لا يوجد أي دولة بتعطيك دايركت سيتيزنشيب بدون ما أنت تكون موجود داخل أي دولة.
إذا بتكون يعني يكون هيك أكتر دقة، في فقط برنامج بمالطا اللي هو Citizenship by Merit، نحن مسميه له هو Citizenship عن طريق الجدارة. أشخاص تقدم تبرع لمجالات معينة بالبلد، وهذا البرنامج بيوصل ما يقرب مليون يورو تكلفته. فهذه الدولة الوحيدة اللي فيها ومبلغ عم نحكي مليون يورو 100%. باقي ما تبقى لا يوجد أي دولة أوروبية، ما راح تصير سلوفيني، ما راح تصير روماني، ما راح تصير بولوني، ما راح تصير ما راح تحصل على أي جنسية من أي الدول بدون ما أنت تكون موجود، بكون أنت إقامة فعلية داخل البلد، يعني تحقق شروط في شروط معينة الجنسية اللي هي شروط الإقامة، تكون أنت موجود فعليا مقيم داخل البلد لتحصل على الجنسية. أما باقي ما تبقى من هاي البرامج، وهذا اليوم يعني أهم نقطة نحكي فيها، لا يوجد برنامج جنسية أوروبية دايركت، ما بتقدر تحصل على الجنسية من خلال هاي الأشياء اللي عم تنطرح. في ناس بتقلك قال والله هو بيكون في عندهم ملفات ضايعة قال وجد الجدود ومدري شو وكذا وبيحطوا الاسم وانت بتكون بقى صير جذورك من هذيك. وهي في بارت من الجنسية اللي هي citizenship by descent. في حال انت لك احكي اجدادك او لك اصول بدولة معينة، بحق لك انت تقدم على الجنسية وتحصل على جنسية هاي البلد. فالطرق اللي عم تتبع في حال كانت فعلا عن جدك سلوفيني يعني مثلا. انا بدي احط تحكي give them the benefit of the doubt، يعني بدي اعطيهم افضل الاحتمالات. في حال يعني راح تكون الاساس خاطئ، الاساس غير صحيح، راح تعرض حالك مستقبلا لمساءلات قانونية. يعني راح تدخل حتى لو حصلت على جنسية وما راح تحصل عليها، ما راح تحصل عليها. حتى لو حصلت على الجنسية مستقبلا راح تتعرض لمساءلة، إن كان بمطارات إن كان بدول، وحتى ما بتقدر تدخل على هاي الدولة. يا ويلي. فهذا البارت بدنا نبعد عنه بشكل نهائي. الجنسية أو برامج الحصول على الجنسية معروفة في 3 طرق للحصول على الجنسية. واحد هي جنسية عن طريق الاستثمار، وهذا أكثر البرامج المعروفة، ما بدي أحكي أسهل طريقة، ولكن أسهل خيار إن الواحد يقدر يدخل ويحصل على الجنسية. وفي دول معينة وهي قائمة قصيرة جدا، مثل دول كاريبي، تركيا، في برنامج أرجنتين حاليا عم تطرح البرنامج، يعني still under construction البروجرام، ولكن هاي البرامج مصرح عنها، موجودة على الموقع الرسمي للحكومة، برامج واضحة وصريحة. 2 في خيار اللي هو الجنسية عن طريق الإقامة طويلة الأمد. هون لما أنت تروح تأخذ إقامة دائمة بأي دولة أوروبية، وبعد 5 سنين أو 6 سنين تحقق شروط الجنسية، بتقدر تقدم على الجنسية. ولا هي كمان مش مضمونة، يعني لازم أنت تكون كثير شروط يعني لحتى تحقق شروط، تكون بمقابلة ويتم الموافقة على الجنسية تبعك. وطبعا في شيء اسمه citizenship by merit، اللي هي للمهارات أو للأشياء الاستثنائية غالبا، وهي من أصعب الخيار، يعني هي نوادر. فباقي ما تبقى كل شيء يطرح بأوروبا في فقط برامج إقامة دائمة وليس جنسية. طيب في برامج تانية اوقات بتطلع تبع شي فنزويلا، شي كولومبيا، شي البرازيل، ادفع مبلغ معين وانت وقاعد بمكانك رح يوصلك الباسبور وتصير من هديك الدول. الموضوع بسيط ومؤكد 100%. انت بس احكي مع كتير هذا موجود يعني. شو كمان وضعية هديك الدول؟ خلينا نقول نفس الوضع ونفس، يعني دائما بس تكون too good to be true، فما too good to be true، يعني من الآخر. برامج اللي بأمريكا اللاتينية نفس مبدأ اللي كان ينطرح له citizenship by descent، أو كان في خيار اللي تشتري عقار أو تتسجل عنوان لك داخل البلد، وعن طريق هذا العنوان تترتب أوراق. وهون لما نحكي أنت في أساس خاطئ leading لجنسية، وهي جنسية خاطئة. وأغلب الأحيان يعني إحنا طبعا اليوم عم نحكي على شيء في حال كان في برامج
عم تنشغل بأساس خاطئ، وأغلب البرامج عم بتكون برامج غير صحيحة. يعني أساسا أرقام جوازات سفر، احتيال، وتغيير أسماء أشخاص، وهاي من أخطر الأشياء اللي ممكن يتعرض لها شخص. لأنه أنت كجواز سفر، هو كل جواز سفر له رقم أمر زيت كود مسجل، عم يتم تغيير هذا الرقم، والناس عم تتعرض لمساءلة قانونية لما تسافر، لما تدخل على أي دولة وتستخدم هذا الجواز. ما راح يرجعوا للشخص اللي قدم لك الباسبور. انت الشخص اللي راح تتحمل العواقب، وانت الشخص اللي راح تتحمل المساءلة القانونية، لانه انت الشخص اللي عم تستخدم هاي الدوكيومنتس. انه مثلا بس حدا ياخذ الجواز، انا بستغرب انه انت لازم تستلم الجواز، مستلمه من وين؟ يا من السفارة، يا من القنصلية، يا من الجهة الحكومية بالبلد اللي انت فيه. ففي ناس يمكن بتستلم الجواز بعيدا عن هاي النقاط، لازم تكون عارفة انه شوف البرامج المتعارف عليها وبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار، أهم نقطة فعلا أنه يكون هو أسهل طريقة لأي شخص تفيريفاي أو يتأكد من أي برنامج. ما في برنامج جنسية سري، ما في برنامج جنسية عن طريق أشخاص. الجنسية مثل ما حكيت تطرح من دول وليس أشخاص. ما في حدا سبيشل بيقدر يجيب لك خارق يجيب لك جنسية بكونكشن أو معارف أو هذا شيء. يعني هذا الريد فلاج. يعني أول ريد فلاج أنت لما تسمع من شخص أنه أنا عندي كونكشن وبقدر أجيب لك جنسية وإلى آخره، خلص دن. فأنت تعرف شو ماهية هذا البروجرام. البرامج اللي هي الابروفد باي جوفرمنت الموجودة على الموقع الرسمي للحكومة، ومثل ما حكيت أسهل طريقة لأي شخص، كل برنامج جنسية أو إقامة هو موجود على الموقع الرسمي للحكومة. برنامج مصرح عنه، برنامج موافق عليه، معترف فيه، وفي جهات اللي هن في ايجنتس، في شركات مخولة انه تسوق لهذا البرنامج، ومخولة انه تقدم لك الابليكيشن تبعك والفايل تبعك وتستلم حتى الجواز. ولكن البروجرام كبروجرام هو برنامج موجود مصرح عنه، موجود على الموقع الرسمي للحكومة، وهذا أهم شيء لازم واحد يدور عليه. طيب لا خلينا نقول نرتب إذا فينا نقول لأي حدا، أي حدا مقيم في الإمارات العربية المتحدة وحابب إنه يكون عنده جواز سفر ثاني، بس حابب إنه يضله عايش بالبلد، هو مبسوط عايش بالإمارات ومبسوط وسعيد، ولكن بيحب فور سيفتي إنه يكون معه جواز سفر ثاني. خلينا نرتب بريب. خلينا نقول أفضل 3 برامج برأيك رح تكون مناسبة لهدول الأشخاص تحديدا. طبعا هلا يعني لهذا السبب او لهاي الحاجه كل شخص تختلف بالنهايه. كل عائله وكل شخص عنده بروفايل وحاجات ومؤهلات مختلفه عن شخص اخر. في للاشخاص اللي طبعا اغلب الناس اللي ما بدها تنتقل من مكان عملها وتغير مكان، ولكن هي خطه مستقبليه او بلان بي، وهي سيفتي للمستقبل، وهون اجت فكره الجنسيه عن طريق الاستثمار. الدول اللي هي مثل دول الكاريبي نسبيا الحصول على هاي الجنسيات يعتبر الأسهل طريق، وهو عن طريق إما تبرع للحكومة اللي هي بيبدأ من 100 إلى 200 ألف دولار، أو استثمار بعقارات مرخصة من الحكومة. أنا بعرف إنه زادت أسعارها. بالنسبة للكاريبي لا، تبدأ من 200 ألف. في دول جديدة اللي كانت مثل ساو تومي، ناورو، فانواتو اللي بتبدأ 130 ألف. الأرجنتين حاليا راح يعتبر برنامج جيد كمان، راح يبدأ ب500 ألف يورو. كبير. إيه طبعا. ولكن بشكل عام الأسهل هي دول الكاريبي. فترة الحصول على الجنسية بتكون من تقريبا 6 شهور. في تحقيق أمني راح يكون مدة التحقيق الأمني هي لازم تكون ما يقارب 3 إلى 4 شهور. لازم يكون الشخص عنده ملاءة مالية ومصدر الأموال يكون تبعه معروف، يقدر يغطي قيمة البروجرام وحصول على هاي الجنسية. يعني هدول البرامج لأنه برامج معروفة، برامج في سفارات لهم هون بالبلد. واحد هي كان verify documents، verify الagent، حتى verify الابليكيشن لما يتم تقديمه، وهي تعتبر نسبيا أسهل طريقة للحصول على الجنسية. غير هيك اللي هي البرامج الأوروبية. البرامج الأوروبية
وليس جنسية، نرجع نحكي فقط برامج اللي هي تعتبر الإقامة عن طريق الاستثمار أو الجولدن فيزا. برامج الجولدن فيزا هي يا اما بتكون عن طريق شراء عقار داخل البلد، استثمار ببزنس داخل البلد، وهاي تتطلب إقامة دائما، يعني تتطلب غالبا أغلب هاي البرامج تتطلب أن تكون موجود داخل البلد، تكون مقيم داخل هاي البلد، وتحقق شروط الجنسية بعد 5 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين حتى بحسب الدولة. في شركات هلا بتقول لك رح نعمل لك إقامة دائمة أو إقامة ذهبية بالبرتغال، بس نوع من الإقامة حتى مش الذهبية، يمكن في أنواع إقامات تانية للبرتغال، بس بيقولوا لك أنت مالك مضطر أنك تقعد 6 شهور كاملة. إحنا في عنا طريقة تبين أنك قاعد 6 شهور، نحن شغلتنا نعمل لك أوراق وتكون قاعد ال6 شهور كأنك موجود. هل برأيك هذا الشيء معقول؟ ولا أول ما تسمع هي النقطة لازم شكرا لكم السلام عليكم يلا أحمل حالك وامشي؟ انت بتحكي عن خبرة بهي الامور. شوف البرتغال في عدة انواع من الفيز. المعروف اللي هو الجولدن فيزا اللي هو استثمار بفند، كان شي 250,000 لا 500,000 حاليا. 500,000. سابقا كان الخيار في خيارات، ولكن حاليا الاستثمار هو 500,000، وهذا الخيار الوحيد اللي بيتطلب إقامة. طبعا بيتطلب زيارة اللي هي مدة 7 أيام بالسنة أو 14 يوم كل سنتين. مدة بسيطة. مدة بسيطة. هذا الخيار الوحيد اللي هو عن طريق الاستثمار. في برامج تانية اللي هي more attractive، لكن مشكلتها بالإقامة. يعني الدي 2 دي 7 اللي هي يا اما تفتح بزنس، يا اما اللي في شيء اسمه ديجيتال نوماد فيزا، الريموت وركرز، تكون انت مكان عملك موجود، دخلك موجود، وتختار مكان الإقامة اللي هو يكون بالبرتغال. ولكن التسويق لهي البرامج دائما انه هاي البرامج ما بتحتاج لإقامة، بتكاليف بسيطة جدا، هي بين 10 ل 15 ألف يورو بكامل تكاليف هيك برنامج. وشيء نحن عم نشوف هيك مبلغ كتير اتراكتيف مقارنة ب 500 ألف يورو تماما. فليش شخص ممكن يروح أو يدفع 500 ألف يورو إذا هو في يدخل على البلد ويأخذ هاي الإقامة بتكلفة بسيطة 10,000 يورو. والتسويق لهذا الفيزا عم بتكون انه انت ما بتحتاج اقامه، ما بتحتاج تدخل البلد. وهاي المعلومات الخاطئه دائما، يعني اهم شيء بتعرف دائما بحكي انه البروجرام مش مهم، هو المستشار اللي بيعطيك المعلومه الصح. هون عندك هذا اهم شيء، يوجهك صح. لانه انت اليوم حتى لو اخذت هاي الاقامه رح تخسرها بعد سنة، ما رح تتجدد إقامتك، لأنه أنت مش مقيم بالبلد، لأنه أنت ما عندك هاي المعلومة الصح، ما عندك الأدفايس من الأساس أنك تعرف أنه فعلا أنا مفروض تكون موجود أغلب الوقت داخل البلد حتى أقدر أنا أجدد الفيزا. 2 وقت الإجراءات عم بتكون شوي طويلة، المواعيد عم بتكون صعبة. البرامج جدا جيدة ممتازة لأشخاص خليني أحكي لا تنطبق على الجميع. صح. إذا أنا اليوم بدي أطلع وأعيش وانتقل، فبرنامج جدا أتراكتيف، برنامج جدا جيد، ولكن بده يكون عندك شروط. طبعا شروط اللي هو الدخل، تحقق الشروط لحتى تكون إليجيبل لهاي البرامج. ولكن هي مش برامج اللي بتعطيك الإقامة الدائمة بدون ما أنت تكون موجود وتتابع حياتك هون وشغلك هون بالبلد. يعني عن جد قديش الموضوع هيك complicated، خصوصي الغريق بيتعلق بأشياء مثل ما بيقولوا. ففي ناس بتكون بس بدها والمبالغ مثل ما قلت متفاوتة، يعني في مبلغ 500,000، في مبلغ 10,000، في مبلغ 30,000، في مبلغ 100,000. فبصير بيفكر بشوف بقول أنا فيني أدفع بس هيك وأخذ، فليش لحتى أدفع هالمبلغ 100%. شوف يعني تعرف الموضوع simple و complicated بنفس الوقت. simple لما تعرف المعلومة الصح، لما تعرف أو تاخذ النصيحة الصح وتتوجه للبرنامج الفعلا مناسب لك. يعني نحن أنا لما أقعد مع حدا ولما أشوف بتكون هي دردشة، لما أنا أفهم شو البروفايل تبعك، أفهم شو الحاجة تبعك، وأفهم شو الإمكانيات تبعك، لحتى تلاقي شيء مناسب
ويتماشى مع أنت إمكانياتك، يتماشى مع مؤهلاتك، يتماشى كمان مع وضعك بالنسبة للشغل، بالنسبة للإقامة، في حال هل أنت فعلا قادر أنك تنتقل، قادر أنك تترك شغلك. في شيء اسمه ريلوكيشن، هل أنت جاهز تريلوكيت لبلد تاني وتنتقل، ولا بس عم تدور على شيء للمستقبل؟ تماما. أنا ضلني بمكاني. فهون لما تاخد الأدفايس صح، لما تاخد النصيحة الصح، بتلاقي أفضل برنامج لك. هون بتكون you simplify خلينا. تمام. أما غير هيك لما نلحق بحطها بطريقة هيك ديليجيت، لما نلحق الترند والإعلانات والأسعار. تماما. لما أشوف شيء غير منطقي، هو مش ما عم نحكي شيء كأسعار وبيع، هذا مش منتج، بس أنا لما أشوف شيء عم ينطرح شيء غير منطقي. لما تكون جنسية دول الكاريبي تبدأ من $200,000 للشخص كتبرع، وشوف جنسية بدولة أوروبية ب30-40 ألف يورو، فأكيد أكيد في إنه. طيب هلا بما إنه عم نحكي عن الترند، في ناس هلا وأغلب الناس هلا بدها الجنسية، مع إنه يمكن ما بيلزمها، يعني مو كل الناس فعليا بيلزمها إنه تحصل على جنسية ثانية، بس في ناس مثل ما قلنا بسبب الترند والله جيراننا عملوها وليكن مرتاحين، مع انه يمكن جيراننا ما بيسافروا، او يمكن هذا الشخص شغله ما بيطلب سفريات ووضعه مرتاح وعايش وبلده كمان اموره منيحه، بس هيك بسبب الترند. فانا كيف بدي اعطي، خلينا نقول مثال، مين الشخص اللي ممكن يكون لازم يفتش او يفكر بالجنسيه ثانيه؟ شو الاشياء اللي لازم يكون هو محتاجها اساسيه، انه والله لا انت بدك جنسية ثانية؟ لأن في أشخاص فعليا لا يحتاجوا، يمكن إذا أخذوها هي إكسترا. أنا ما بحكي الأشخاص بدهم ياخذوها أنه عنده الإمكانية بدي أخذها كإكسترا، الشخص اللي عن جد هو لا لازم، إذا في إمكانية لازم، عشان الناس تعرف يعني تعرف إنه ناخذها ولا ما ناخذها. شوف هلا اللي بيحصل على الجنسية أو بيدور على جنسية تانية أكيد عنده حاجات فيها. سابقا نحن 10-11 سنة بالاندستري كان تنطلب هاي الجنسية كلكشري، فور بزنس مان، للناس المستثمرين اللي ما بده يستنى دور للفيزا لحتى يسافر. لكن اليوم الحصول على جنسية تانية صار فعلا حاجة، وصار سيفتي للمستقبل، لأنه أنت اليوم مكان وجودك أو تنقلك بالنسبة لك حتى للأولاد مستقبلا فصار حاجة، صار شيء ضروري يكون أنت عندك الموبيليتي هاي، تقدر تتنقل وتنتقل من مكان لمكان، تنتقل تحمي عائلتك، تحمي استثماراتك، تحمي البزنس تبعك. فالحصول على الجنسية مش لكشري، الحصول على الجنسية اليوم صار فعلا حاجة. كل شخص لازم يكون عنده هذا الباب، ولازم يكون عنده هاي الإيزمنت والسهولة بالسفر لأي طارئ إن كان. يعني اليوم نحن ما نستنى الطارئ يصير، بده يكون واحد حاسب حساب what's gonna happen بالمستقبل. 2 نحن بمنطقتنا يعني نحن نركز هون. طبعا في ناس بتاخذ جنسية تانية لأمور الضرائب، أمور البزنس، الأوفشور إلى آخره، وهي شوي من بعيدة عن منطقتنا. بس تركيزنا هون يعني نحن الواحد دائما عم يدور على موبيليتي، دائما عم يدور على سهولة التنقل وسهولة السفر، وهي صارت اليوم حاجة وليست لكشري أو شيء زيادة. لا بالعكس، أنت اليوم لما عم بتأمن مستقبل أولادك ما بتعرف هم إمتى رح تنتقل أنت من مكان لمكان آخر، أنت إمتى رح تضطر تغير الشغل تبعك، إمتى رح تضطر توسع البزنس تبعك، إمتى أولادك رح يكون اختيارهم أو مكان دراستهم بمكان تكون الفيزا هي العائق الوحيد اللي ما يخليهم يسافروا، وما يخليهم يكفوا تعليمهم، أو ما يخليهم يكفوا سفرهم أو شغلهم إلى آخره. فاليوم الحصول على جنسية هي لكل الأشخاص، صارت حاجة لازم واحد دائما يكون عنده بلان بي، إن كانت جنسية أو إقامة، حتى تفتح أبواب مستقبلا تكون أنت بسيفتي لك ولعائلتك ولأولادك. فعلا يعني هي مثل ما التي صارت حاجة بوقتنا الحالي، وهي عن جد بتفتح أبواب كتير كبيرة وبتحضر حالك مثل ما بقولوا للمستقبل.
كلمة أخيرة تحب تقولها لكل الناس اللي عم تسمعك عبر بودكاست على الرايق، للناس اللي عم تفكر إنه تعمل جنسية تانية، للناس اللي مهتمة بهاي المواضيع بالذات، هيك منك أنت كخبير بعد خبرة هالسنين بشكل عام؟ هي يعني ككلمة وحدة لكل شخص عم يدور على جنسية تانية أو إقامة، ما في نرجع نحكي الهيدلاين تبعنا: الجنسية تطرح من دول وليست من أشخاص. وتأكد من البرنامج اللي أنت عم تدور عليه بسهولة جدا. كل برنامج، ما في برنامج سري، ما في برنامج من تحت الطاولة. كل برنامج لازم يكون برنامج حكومي موجود على الموقع الرسمي للحكومة، والأشخاص اللي عم بيقدموا هاي الجنسية أو هاي الخدمات معروفين أو معرف عنهم وعندهم تراخيص، إن كان بالبلد اللي أنت فيها أو إن كان بالدولة اللي عم تطرح لك هاي الإقامة والجنسية. ففقط روح على الخيارات المعروف المتعارف عليها وما تلحق الترند. تسلم، شكرا جزيلا لك دوتشيني. ثانك يو فيري ماتش. وهي شيء بسيط يعني من دوتشيني، بنقول لك علاء نورتنا، شكرا كتير لك، كلك ذوق، ونلتقي ان شاء الله دائما انا وياك على خير وسلامه. كنتوا معنا عم تسمعونا ببودكاست على الرايق بدعم من دوتشيني من شو مارت بسنتر بوينت. الى اللقاء، باي باي. باي.